في حتة سيئانة بنسبة كبيرة جدا كناس عندنا اضطراب الشخصية الحدية، خصوصا في الحتة بتاعت مشاعرنا. عندنا اندفاعية غير مبررة، يمكن بالنسبة للناس، بس بالنسبة لنا احنا في شوية مننا مش عارفين أسبابها، وفي ناس أكتر عارفين أسبابها. الاندفاعية عندنا هي إن احنا على طول بنحاول ندور على المتعة، الشعور، المشاعر، لأن احنا بنسبة كبيرة ما بنعرفش أصلا نتعامل معاها. وأكتر حاجات بتوجعنا هي إن احنا على طول عايزينها أو عايزين نتخلص منها، فلما ما تكونش موجودة ندور عليها، ولما تكون موجودة بزيادة ندور على اللي يخدرها. عشان كده النهاردة قررت إن احنا نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع كله كيمياء زيه زي أي إدمان، وهو إدمان البدايات. والحقيقة اخترت إن أنا أتكلم عن أكتر إدمان مرعب في إدمان البدايات، مش بس في العلاقات، في الحتة بتاعت إن أنا عايز أفضل في بداية العلاقة بس ومش قادر أكمل أو استحمل الملل بتاع العلاقة، لا، الجزء بتاع التعددية. والتعددية عشان في ناس كتيرة جدا اتخانقت معايا لما عملت الفيديو بتاعها، مش خيانة، مش عشان هي مش خيانة، لكن الغرض منها دايما ما بيكونش الخيانة. الخيانة انت بتبقى داخل علاقة تانية مع انسان تاني ليك عنده احتياج، واحتياجك ده بيخليك انك انت ممكن تفكر في انك تبقى في علاقة تستمر معاه. لكن التعددية مش كده. التعددية هي فعل اندفاعي معظم الأوقات بتروح تجري عليه علشان عايز تسكن وجع طلع من أصوات دماغك اللي دايما بتقولك إنك مش كفاية، شعور مميت بالوحدة مش عارف تتعامل معاه حتى وانت حواليك ناس، ممكن تكون متجوز أو متجوزة، بس فعلا من الخوف محتاج إنك انت يبقى عندك على طول استبن، على طول حد يبقى شايفك بشكل معين غير اللي اتشافت بيه بعد الجواز أو بعد ما العلاقة خدت المنحنى الطبيعي بتاعها. أي علاقة في الدنيا بيبقى فيها حلاوة في الأول، كلنا بنسميها حلاوة البدايات، لكن احنا مشكلتنا في ان احنا عايزين نفضل هناك على طول عشان عندنا إدمان بدايات. إدمان ان انا افضل منصهر في ذات الآخر، إدمان في ان محور الكون يلف حواليا وحواليه، نبعد عن كل حاجة حوالينا، يبقى شايفني وشايفاه بس، حاسس بيا وحاسة بيه وبس. وطبعا ده مش شكله قريب من أي علاقة من العلاقات، لأن حتى لو ده حصل في الأول وبشكل معين، بعد فترة هيتخذ منحنى تاني، ووقت ما شكل العلاقة بيتغير أنا عايز منها الثبات، عايزها تفضل واقفة هنا، عايز أفضل متشاف بنفس الشوفان، عايز أفضل بنفس الاحتياج. وفي معظم الأوقات مش شرط إن أنا أكون في علاقة جادة، ممكن إن أنا أبقى بكلم حد ويشوفني، وبعدها بشوية أول ما العلاقة تفتر، إحنا ما بنعرفش نسيب حد برضو، فيفضل موجود، بس أدور على حد تاني يديني نفس المشاعر بتاعت بداية العلاقات. فسواء كنت متجوز أو مش متجوز، خاطب أو مصاحب، أو حتى لوحدك أو لوحدك، فاعرفوا كويس جدا إن إدمان التعددية هو فعلا إدمان محتاج مننا إن احنا ناخد ناحيته خطوات جادة جدا في التعافي. القصة كمان في إن اضطراب الشخصية الحدية مرتبط بشكل كبير جدا بالاعتمادية العاطفية، والاعتمادية العاطفية دي هي اللي ملخصها من الآخر: مادام انت شايفني يبقى أنا موجود، ولو مش شايفني يبقى أنا مش موجود. عشان كده وجود حد بيديني القيمة الذاتية والأمان ضرورة أساسية عندي، لأن أنا مضروب في الاتنين دول. شكلي دايما بيبقى عامل زي ما أكون بالع كورة هوا، أو أكني فاضي من جوه، أكني جوايا لغز مش مفهوم بالنسبة لي، لكن الحقيقة أن أنا بلاقي حلوله عند ناس كتير، فباخد من ده حتة ومن ده حتة، بس البازل ما بيكملش وبيفضل ناقص، دايما بيفضل ناقص. عمري ما بحس بحالة الامتلاء، وحتى لو حسيتها بوقت من الأوقات، الخزي والعار اللي بحسهم بعده بيبقى أكبر بكتير من إنه يخليني أكمل في الشعور اللي أنا حسيته ده. ما هو العلاقات إيه غير شوية كيمياء؟ حضرتك بتجيلي تخلي عقلي يفرز هرمونات معينة تطيرني من على الأرض، فبقى عايزة على طول أفضل في نفس إحساس الطيران، بس مفيش بني آدم بيطير، والشعور ده بيبقى في معظم الأوقات مش حقيقي، بس حلو قوي، طعمه جميل. هو مين فينا يكره إن هو يفضل هناك؟ بس لو أنا إنسان بفكر بشكل طبيعي
او قادر ان انا اسيطر على اندفاعيتي، هعرف اقول لا للمشاعر دي وهعرف اتعامل معاها. بس احنا كناس عندنا اضطراب الشخصية الحدية عندنا مشاكل كتيرة قوي في الحتة بتاعت المشاعر، لا انا قادر احسها ولا مش قادر محسهاش. طول الوقت بدور عليها، طول الوقت بدور على الكيمياء. عشان كده لما بتكلم مع الناس واقول لهم ان هو ادمان، ما ببقاش ببالغ. الموضوع حتى بياخد نفس شكل الادمان بالحيز بتاعه. بس تعالوا نعرف مع بعض، هو انا النهاردة طلعت عندي تعددية عاطفية ليه؟ لان اسبابها كتير. في راجل من وهو صغير كان بيتقاله يا فاشل، مهما يعمل هو فاشل، ويسعى للمثالية وبرضه يفضل فاشل، وطول الوقت بيتقاله مش قلتلك؟ مخدتش بالك؟ الراجل ده بيطلع مضروب في قيمته الذاتية. في ايه اجمل من بنت تيجي تديله قيمته دي، تحسسه ان هو الدنيا كلها، ويفضل يلف في فلكها، وبعد شوية لما العلاقة ترجع لأصلها تبتدي تزهق، وهو يدور على قيمته في حتة تانية، أو يمكن في الأمان من إن هو مش هيتساب. لأن إحنا كناس عندنا اضطراب الشخصية الحدية عندنا محاولات محمومة لتجنب الهجر. فكرة الفقد عندي فكرة تكاد تكون مستحيلة. وفي مننا البنت اللي تعرضت لتحرش وهي صغيرة، ولما جريت على أهلها عشان تحس بالأمان اتقال لها هو شاف منك إيه عشان تعملي ده، أو اتقال لها اسكتي ممكن يكون اللي انت حسيتي بيه مش حقيقي. فتغذت على الخزي من وهي صغيرة، وطلعت اتعاملت مع الدنيا على أساس إن هي موصومة. فأي حد معدي عادي إنه يقول كلمة، عادي إنه هو يديني شوية شعور مزيف بالأمان والقيمة الذاتية. الحقيقة لو قعدت أتكلم عن الأسباب والكلام اللي بيتقال هنا مش هنخلص، وممكن نكون محتاجين فيه مجلدات لحواديت بسمعها كل يوم من رجالة مش قادرة تبطل علاقات، وستات كمان ندمانة أشد الندم على ده. لكن الحقيقة الوحيدة اللي أنا عارفاها واللي بتوجع بجد، لما الاقي ست أو راجل جايين بيدوا نفسهم مبررات للخيانة. أصله بخيل وما بيصرفش، أصل أنا مكمل معاها عشان خاطر العيال، أصل أنا ما أقدرش أبعد عنه وفي نفس الوقت ما أقدرش أعيش معاه. أسباب كتير أو هنقول عليها مبررات بنقعد نديها لنفسنا عشان نكمل في علاقة إحنا شايفين إن هي مؤذية. بس بدل ما نكرس مجهودنا إن إحنا نشتغل عليها، بنطلع نجيب لها مسكنات من بره عشان برضو تفضل ماشية. لكن الحقيقة إن انتوا هنا مش بس بتأذوا الطرف الآخر، انتوا بتأذوا نفسكم بنسبة كبيرة، لأن أصلك مش الوصمة اللي انت توصمتها وانت صغير. عشان كده مهم جدا 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 إن إحنا نعرف قبل بداية أي حاجة إن التعددية هي coping mechanism، هي طريقة معطوبة بين قوسين مسكن، بحاول بيه إن أنا أسكت أصوات دماغي، بحاول بيه إن أنا هدي إحساسي بإن أنا لوحدي، بالفراغ اللي ماليني. فقبل ما تقعد في جلد الذات وتجلد نفسك، تعالى نتعلم مع بعض إزاي نعمل التعافي، علشان على فكرة أنت تستاهل إنك أنت تتعافى، لأنك أجمل بكتير من إنك تأذي نفسك الأذية دي وكمان تظلم ناس معاك. جماعة العلاقات ربنا سبحانه وتعالى مدينا مخارج منها، وناس كتيرة جدا لما بتيجي بتبقى مثلا عندها مشاكل او في الكابل ثيرابي، او عندها مشكلة في ان انا النهاردة حاسة ان انا ملت الراجل تاني، او راجل حاسة ان انا عايزة اشوف ست تانية. بقول لهم على الاقل ممكن تلجأوا لحد في الاول تتكلموا معاه قبل ما تنهوا علاقتكم، وقبل ما تدوا لنفسكم المبررات للخيانة او بين قوسين التعددية. فهات ورقة وقلم وتعالى نشوف ممكن نتعافى ازاي. الحقيقة ان اول خطوة ناحية التعافي هي انك انت تعرف ان هو ادمان زيه زي اي ادمان، بيلف في دايرة، ودايرة الادمان حتى لو ما كانتش ثابتة في الادوات اللي احنا بنلجأ لها عشان نسكت دماغنا، لكن هي ثابتة في حاجات معينة، منها نقطة البداية ونقطة النهاية. دايرة الادمان دايما بتبتدي بشعور غير مريح، شعور بالوحدة، شعور بالفراغ، شعور بان انا مش كفاية، وحس ان انا محتاج اي حد يديني الفاليديشن او الاقرار او المشاعر اللي انا محتاجها. هنقول شعور مش مريح وخلاص. الشعور اللي مش مريح ده بيعمل لي حالة اسمها كريفنج دي حالة من الجوع الشديد بتاع ان انا هنا النهاردة عايز املى باي حاجة، عايز اسكن الالم. الكريفنج ده
بيخليني ان انا ابتدي ادور على مبررات. فيهاش حاجة لما اتكلم مرة انا كده كده يعني عندي احتياج، ما هو انا مش قادر، مش احسن ما اعمل حاجة اكتر. وايا كان نوع المبرر اللي انت بتديه لنفسك هنا، فاعرف ان هو هيوديك تجاه الفعل. ابتدي بقى اشيل بلوك لحد انا كنت عامله دفاتري القديمة واتكلم معاه، ابتدي اخش على السوشيال ميديا عشان اسمع لي كلمتين، ابتدي اعمل اي حاجة ان هي تسكت صوت دماغي وخلاص. بس اول ما بعمل كده ببتدي احس بجلد الذات، اللي هو ايه اصلا؟ شعور غير مريح، فيوديني لايه؟ للكريفنج. وبعد كده ادور على مبررات، فاول ما ارتكب الفعل احس بشعور جلد الذات، وافضل الف في الدايره دي وما اطلعش منها ابدا. لازم تبتدي تبص للتعدديه على اساس ان هي ادمان حقيقي ومحتاج منك شغل كتير، ومفيش مانع ابدا لو انت مش قادر انك تلجأ لمتخصص. خطوة من أوائل الخطوات كمان اللي انت محتاج انك انت تعملها هي الوعي. ووعيك هنا بانك انت لازم تاخد بالك من ايه شكل الاحتياجات اللي انت طالع بيها من طفولتك جعان للدنيا كلها. عشان غششك حاجتين، مع اننا هنتكلم عنهم كتير في الحلقات اللي بعد كده. معظمنا كبني ادمين بيبقوا مضروبين في حتتين: القيمة والامان. قيمتي الذاتية بتبقى مهددة، واحساسي بالامان بيخليني حاسس بالخطر، عشان كده ببقى مش قادر اتعامل مع الحاجتين دول، فببتدي ادخل اي كاتاليست او مساعد خارجي كده. ووعيك هنا محتاج منك انك انت تبتدي تتعامل مع طفولتك والحاجات اللي كنت محتاجها وما تلبتلكش، وشكل العلاقات اللي انت بتروح تجري عليها، وايه اللي بتلاقيه في العلاقات دي بيخليك ماسك فيها قوي، واول ما يروح بتسيب العلاقات دي. وانا غششتك حاجتين، اشتغل انت على الباقي. تاني حاجة، لازم 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 تبتدي تتعلم ازاي تتعامل مع مشاعرك. مشاعرك رسائل محملة برسائل، محتاجة منك انك انت هتعض في الارض وهتخبط دماغك في الحيط، وهتبقى قاعد مع شعور انت لا طايقه ولا طايق نفسك بسببه. بس معلش، التعافي هو ان تتألم بشجاعة، والتعافي هو انك انت تتألم صح. احنا كده كده موجوعين على فكرة، بس احنا مختارين المعاناة على الألم، فبدل ما تعاني اتعلم تتألم. وفي فيديوهات انا عاملاها عن التعامل مع المشاعر، هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بس اكتر حاجة كشعور محتاج انك انت توقف وتتعلم تتعامل معاه ازاي، هو الشعور بجلد الذات، عشان قلت هو اصلا اول الدايرة. لو كسرت الحتة دي ممكن بسهولة تبتدي تتعامل مع بقية المشاعر. والسؤال اللي بتسأله هنا في معظم الأوقات، يعني أنا يا دينا بجلد ذاتي وبرضه بقع في الغلط وانتي عايزاني أبطل جلد ذاتي؟ لأن أنا هرد عليك أنا كمان بسؤال: طب ما انت بتجلد ذاتك بقالك سنين، وصلت لفين؟ عملت ايه؟ بطلت اللي انت بتعمله؟ على فكرة ممكن كمان تاخد ده كأسلوب في الحياة. جلد الذات برضو من الطرق المعطوبة اللي بنحاول بيها ان احنا نقوم نفسنا، وهحط لكم لينك فيديو تاني كمان عن جلد الذات في الديسكريبشن. خطوة كمان محتاج انك انت تاخدها، واسمع كلمة خطوة دي وحط تحتها مليون خط، لان لازم تبتدي تشتغل جراديولي، خطوة خطوة. معظم الاوقات السبب الاساسي بتاع الانتكاس بتاعنا هو ان احنا بنيأس من نفسنا بسرعة جدا، لكن الحقيقة ان التعافي طريق طويل، ومتعته في انك تبقى مركز في كل خطوة بتمشي فيها، مش انك انت تبقى كل اللي باصص عليه الديستنيشن اللي انت رايح. عشان كده الخطوة دي محتاج انك انت تبتدي تتعلم تسامح نفسك. ودي من اتقل الحاجات اللي لما بتكلم مع الناس بلاقي ان هي صعب عليهم في ان هم يعملوها. بس ده كمان جاي من رفضك لبشريتك، من مثاليتك اللي خلتك انك انت ما تتقبلش بشريتك في انك انت بتغلط، فخلتك تعالج الغلط بغلط اكبر. عارفة انك ممكن تكون بتعمل ذنوب كتير، وعارفة انك انت مش راضي عن نفسك، لكن ده مش معناه انك انت ما تسامحهاش، وانك تعرف انك انت انسان ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قايل خلق الانسان ضعيف. ففكرة انك انت النهاردة ما تسامحش نفسك على اخطاء عملتها، ده هيوقفك انت، مش هيوقف حد تاني، لانك انت زيك زي اي بني ادم، بتغلط عشان تتعلم، ثم تغلط عشان تتعلم، فتألف الحاجة اللي انت بتعملها فتجيلك حاجة اصعب، فتغلط فتتعلم منها. لكن فكرة انك انت تفضل ثابت في الحتة بتاعت جلد الذات وعدم السماح لنفسك بالخطأ، والحتة بتاعت انك انت مش مسامح نفسك، اعرف فيها انك انت بتموت نفسك بالبطيء.
هتفضل في نفس المكان، عمرك ما هتنضج عاطفيا ولا هتكبر في مشاعرك غير لما تعرف تتعامل مع الحاجات دي. الخطوة الجاية بقى محتاجة مننا ان احنا نحترم عجزنا شويتين 3. محدش فينا يا جماعة لما بيجي يعمل دايت بيجيب شوكولاتة ويملى بيها التلاجة ويقول وانا هتعامل مع الجوع بالإرادة والعزيمة. مفيش حاجة اسمها إرادة وعزيمة على فكرة، ومعظم المدمنين بيعولوا على الإرادة، لكن هي بلح لا هتنفع معاك ولا نفعت اللي قبليك. فأول حاجة حضرتك محتاج تعرفها إنك عاجز في الحتة دي. يعني ما تقولش أصلا أنا مش هعمل بلوك وهخليه قدامي علشان أنا أثبت له إن أنا قوية، ولا أنا أثبت لنفسي إن أنا قادر. يا شيخ أنت أصلا اللي وداك هناك إنك أنت مش قادر. فارحم نفسك واعمل بلوكات من كل حتة، وخليك عارف إن المنطقة دي ريد فلاج بالنسبة لك، هي منطقة حرب. فانت من الاول لو انت مرتبط تفتحش مجال بقى انك انت يبقى عندك صداقات وصحاب وتسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا. ولو انت ست كمان متهيألي محتاجة انك انت تعملي ده. والحقيقة اصلا بقى مفيش حاجة اسمها صداقة بالراجل وست وانتوا بتطلعوني عن شعوري، بس انا هعملها في فيديو تاني برضه عشان يعني ايه ما ناخدش من حيز الفيديو ده، عشان بس الموضوع بيعصبني شويتين. مفيش صداقة بالراجل وست، ماشي؟ بس عادي انسوا ده وكملوا. اخر خطوة هطلبها منك هي انك انت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع مشاعر الفراغ اللي عندك في يومك. في الوقت الاولاني التعددية بتبقى جاية عشان تملى فراغ ازاي وانا مش فاضي اصلا؟ هو بيبقى فراغ عاطفي، لكن انت لما بتخرجهم بره حياتك الفراغ ده بيبتدي يتنقل ليومك. يعني انت ايام ما كنت بتتكلم في التليفون ما هو ده كان بيملى وقت، لما كنت بتقابلهم ده كان بيملى وقت، لما كنت بتبعت لهم وبيبعتوا لك على الواتساب ده كان بيملى وقت، الريلز اللي بتبعتوها لبعض، الاغاني اللي بتسمعوها وتفتكروا بيها بعض، كل الحاجات دي هي مش اكتر من المسكن برضو اللي انت كنت بتاخده علشان تقدر تتعامل مع الفراغ. لكن الحقيقة ان الناس مش ادوات لتسلية حضرتك. الحياة مليانة حاجات. دخل في يومك روتين يحزم يومك، تبقى عارف من اول ما تصحى لغاية ما بتنام انت بتعمل ايه. مفيش مانع ابدا لما تتعلم حاجة جديدة، على فكرة هتديك مشاعر. مفيش مانع ابدا لما تتعرف على ناس جديدة يكونوا صحابك، ولاد يصاحبوا ولاد، بنات يصاحبوا بنات. على الاقل لما نكون عاجزين اصلا على ان احنا نتعامل مع الجنس الاخر نبقى سلام وتمام، وبعدين نبتدي نتعامل. والاحسن ما نتعاملش خالص على فكرة. واخر حاجة عايزة اقولها لك ان التعافي طريق مستمر، وانك انت تستاهله، لان في الاول وفي الاخر انت اكتر حد تعبان واكتر حد موجوع واكتر حد مش عارف تهرب من نفسك. اصلك هتهرب منها تروح فين؟ المشاعر يا حبايبي ديون، مهما تجروا منها هتفضل تلاحقكم. عشان كده خدوا المسؤولية وابتدوا. لو عندكم اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات، ولو محتاجين ان انا اتكلم عن توبيك معين ممكن كمان تسيبولي في الكومنتات لايك سبسكرايب عشان نوصل للناس كلها ونحاول ان احنا كلنا نتعافى مع بعض.